بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وتسليما إلى يوم الدين. النهاردة هنعمل فراخ مشوية سريعة كده. معايا فلفل أخضر وأحمر، يعني فلفل ألوان، وقرن فلفل حامي، وخمس فصوص من الثوم، وطماطمتين، ومعايا بصلتين، وكمان البهارات بتاعتي وجزر. البهارات بتاعتي معلقتين من كل حاجة: ملح، فلفل، كزبرة ناشفة، بهارات لحمة أو فراخ. تمام. وكمان فنجان من اللبن، ومعلقة من دبس الرمان، ومعلقة كبيرة من عسل الأسود، ومعايا معلقة من السماق. كل ده هضربه في الكب معايا. بعد كده هنزل بيه في بولة، هنزل عليه الفراخ. المقادير هكتبها لكم في صندوق الوصف. تمام. هنزل كده بالفراخ بعد ما غسلتها طبعا ونقعتها في مية وملح وليمون. هنزل بيها كده، عملت لها تشريح ونزلت بيها في التتبيلة، وهرصها في الصينية وهسيبها حوالي ساعتين قبل ما احطها في الفرن. هغطيها بورق الفويل وهحطها في الفرن لمدة ساعة، وبعد كده هشيل ورق الفويل عشان وشها يحمر. وكمان التتبيلة بتاعتي فرغت الباقي عليها ورشيت شوية من الزيت. ودي كانت الفراخ بتاعتنا، وده الفيديو بتاعنا. يا رب يكون خفيف على قلوبكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.